السلام عليكم ورحمة الله لكل المشاهدين الكرام. راح نقدم لكم توقعات سعر الأورو في الجزائر من 6 ماي إلى غاية 31 ماي 2023، بالإضافة إلى أجوبة الإخوة اللي يسألوا هل راح يطلع سعر الأورو في الأيام القادمة أو راح يهبط يتراجع، بالإضافة إلى الإخوة اللي يسألوا نبيع أو أنتظر. راح نجاوبكم حسب المؤشرات المتوفرة، بالإضافة إلى سعر اليورو اليوم في الجزائر 5 ماي 2023. ادعمونا بلايك واشتراك حتى يوصلكم كل جديد، أفيدونا برأيكم وتوقعاتكم في التعليقات. نبدأ بأهم المؤشرات ومن بينها سعر اليورو في السوق الرسمية. بالنسبة للسوق الرسمية يشهد الأورو ارتفاع طفيف في هذا الشهر. 1 يورو يساوي 149.18 دينار جزائري. ونلاحظوا بين أول الشهر المنحنى وفي نهاية الشهر كاين ارتفاع طفيف، وهذا الأورو يعني ارتفاع طفيف في هذا الشهر في البنك. بالنسبة للدولار الأمريكي شهد تراجع مقابل اليورو في هذا الشهر، والمنحنى البياني من أول الشهر إلى نهاية الشهر يؤكد يعني تزايد الفرق بين الأورو والدولار. 1 يورو يساوي 1.10 دولار أمريكي، أي ما يعادل 100 يورو يساوي 110 دولار أمريكي، وهذا 10 دولار أمريكي تساوي حوالي 200 ألف إذا حسبنا 1 دولار ب20 ألف. وهذا الفرق بيناتهم في السوق الموازي يعني 100 أورو في السوق الموازي تساوي 2 ملايين و240، أما 100 دولار أمريكي 2 ملايين و40، فرق بيناتهم 200 ألف. وفي الأيام القادمة هل راح يزيد الفارق أو يتقلص؟ مع العلم أنه وصل الفارق في هذا الشهر إلى غاية 11 دولار، يعني وصل 100 يورو يساوي 111، وانعكس بتراجع إلى غاية 2 ملايين و20 للمئة دولار أمريكي، وبعدها طلع قليلا إلى غاية 2 ملايين و30 و2 ملايين و40 للمئة دولار أمريكي. هل راح ينزل في الأيام القادمة؟ هذا ما راح نعرفوه ب يعني المنحنى البياني لسعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري اللي يشهد تراجع. يعني قيمة الدولار الأمريكي تشهد تراجع أمام اليورو وأمام الدينار الجزائري. في المنحنى البياني لشهر نلاحظ أن الدولار الأمريكي يشهد تراجع نوعا ما، والمنحنى البياني ليوم 24 ساعة نشاهد أن الدولار الأمريكي تراجع أمام الدينار الجزائري وحتى أمام اليورو، ولهذا من المتوقع الدولار الأمريكي يتراجع في الأيام القادمة. ممكن يوصل الفرق بينه وبين اليورو في السوق الرسمية 11 دولار أو 12 دولار. يعني إذا نزل إلى 11 دولار يعني سعر 100 دولار أمريكي في السوق الموازي راح يولي 2 ملايين و20، ويولي 2 ملايين إذا كان الفرق 12 دولار. ولهذا الدولار الأمريكي كنصيحة اللي عنده يبيع، لأن في الأيام القادمة راح يتراجع سعره وقيمته راح تنقص في السوق الرسمية والسوق الموازي. أما بالنسبة للأورو في الأيام القادمة حسب العرض والطلب في السوق الموازي كاين بعض الطلبات في هذه الأيام، يعني الطلب على الأورو كاين، أما العرض في الأسبوع القادم ما بين 7 إلى غاية 14 راح يكون هناك عرض الأورو بونسيو المتقاعدين يبدأ من 7، وبعدها من 14 إلى غاية 21 راح يكون رواتب المتقاعدين. ولهذا العرض في السوق الموازي راح يكون متوفر ويعادل الطلب في السوق الموازي. ولهذا أسعار اليورو راح تبقى مستقرة لبعض الوقت مدة أسبوعين،
وممكن يرتفع بعدها سعر الأورو من 21 إلى غاية 31 ماي. ممكن يرتفع قليلا إلى غاية 2,250 في الشراء و2,270 في البيع، والله أعلم.